مساء الخير. انا بس حبيت اطلع بسرعة كده اقول انه في حاجات غريبة بتحصل في البلد هنا، فانا بوجه رسالتي لكل المتحدثين باللغة العربية. لو سمحتوا، احنا في بلد بتحترم القانون. لو انت جاي من بلد ما بتحترمش القانون، ماشي يا عم، اوكي، فهمنا، بس ده مش معناه ان انت تيجي هنا وتجيب معاك عاداتك السيئة وتطبقها علينا. احنا يا عمي في غنى عن ان حضرتك واللي زيك تمارس الغلط اللي انت كنت بتمارسه في بلدك وتيجي تمارسه هنا. صحيح هنا مفيش، احنا مش دولة بوليسية، استراليا مش دولة بوليسية، ما بتلاقيش البوليس في كل مكان وعند كل نقطة التقاء وعند كل اشارة، ما عندناش كده. احنا هنا البوليس بيظهر بس في الحالات الامرجنسي، في حوادث، في اشاره بايظه بيجي يمشي المرور لحد ما الاشاره تشتغل، اللي هي القصه ما تاخدش منهم ربع ساعه مثلا. بيت حد جراله حاجه، بيت تم الهجوم عليه، كل ده دي شغلة البوليس هنا. هنا مش شغلة البوليس انها يمشي وراك ويحاسبك الا لو وقعت في ايده. لو وقعت في ايده وهو ماشي جنبك وانت عملت حاجة غلط، هيمسكك وهتتبهدل حضرتك. رجاء يا جماعة لو سمحتوا احترموا القانون، علشان احترام القانون اولا ده بيحمي حقك في لما حاجة تحصل وتقدر يعني تعوز تقاضي او تثبت حقك في الموضوع. لو انت ماشي غلط او لو انت عامل حاجة غلط، مش هتاخد حقك، مش هتاخد حقك، مش هتاخد حاجة، مش هتاخد حاجة. ليه؟ لانك عامل غلط. القانون مش بيحمي الناس المخطئة، القانون بيحمي الناس اللي على حق فقط. فارجوك لو مش عارف ايه قوانين البلد دي، اسأل، ابحث، عندك كل حاجة موجودة على الانترنت. العملية بقت اسهل مما يكون، يعني الواحد بيقعد يفكر بين 30 سنة ورا ودلوقتي الوضع رهيب. انا اي حاجة عايزة اعرفها مش محتاجة اسأل حد، ولو محتاج في كذا سورس، كذا مكان تقدر تسأل فيه. ارجوكوا يا جماعة، انا فاهمة ومتفهمة ان انتوا جايين من بلاد، كل البلاد المناطقة باللغة العربية عندها مشاكل في تطبيق القانون، احنا متفاهمين ده، بس ده مش معناه ان حضرتك تيجي هنا وتيجي معاك ده هنا، تجيبه معاك هنا، تطبقه هنا. كل حاجة هنا كمية قوانين رهيبة. احنا بنشتكي ان بلادنا فيها قوانين كتيرة ومتضاربة، لا مش زي هنا، بس على الاقل هنا القوانين مش متضاربة. أرجوكوا يا جماعة، ده لمصلحتكم ولمصلحة أولادكم اللي عايزين تربوهم هنا في البلد، عشان يطلعوا ناس موثوق بيها، ناس متعلمة، ناس مثقفة، ناس فاهمة، ناس بتحاول تبني بلد، مش بتحاول تهد بلد. انت جاي من بلدك عايز تطبق اللي انت كنت ماشي عليه هنا، انت هتخرب البلد اللي انت جاي فيها، هربان من الوضع اللي انت كنت فيه. انت جاي هربان، انت جاي لاجئ في شكل قانوني، لاجئ للبلد دي في شكل قانوني. احنا في نعمة، ما تبوظوهاش، ما تبوظوهاش يا جماعة. لما تبقى عارف ان اللي بتعمله غلط، ارجع وحاول تفهم ايه كان فين الغلط وايه الصح، وتعمل الصح، تلتزم بالصح، تلتزم بالقانون، لانه لحمايتك وعشان ولادك يتفرجوا عليك وانت بتعمل الصح، يطلعوا يعملوا صح زيك. احنا بنحاول نحمي البلد دي، وربنا يكون مع الجميع ويحميكم جميعا، وشكرا.